اول خطا احبابي هو لعب دور الضحيه. خليك معايا ما تمشيش بعيد. شنو تنقصد بلاعب دور الضحيه؟ غادي تفاجئك، غيفاجئوك هاد الاجوبه كاملين غادي نقولهم اليوم. عرفت شنو هذيك لعب دور الضحيه؟ هو هذاك النوع ديال التفكير اللي كيخلي الانسان كل ما يوقع عليه شي مشكل اول رد فعل ديالو هو ماشي هو شنو غادي نقدر ندير، اول رد فعل ديالو هو شكون السبب، شكون اللي دار لي هذا الشيء، شكون هذاك اللوم. تيقلب على السبب الخارجي، تيبدا يقلب عليك الشماعه اللي علق عليه المسؤوليه ديالو. انا نعطيك وتفهمني مزيان. بحال هذاك اللي تيكون تيتمشى وتيتعثر كيبقى يشوف الطريق، اوتوماتيكمون ندير تشوف الطريق. شكون اللي عكنني؟ حجره. شكون اللي عكنني؟ شي واحد. ما عمرو سول راسو واش انا بصح درت الخطوات الصحيحه وانتهبت حقيقه باش ما نتعكلش. ديما شكون الاخر. هذه علاش هاد العقليه تكون مبرمجه من الصغر، كتعيش معنا بلا ما نحسوا بها. حيت تيوقع لنا مشكل، اول حاجه كنقولوا شنو تنقولوا؟ ما تيوقع لنا مشكل، المدرسه ما علمتناش مزيان، والظروف كانت صعيبه، والدوله ما عطاتناش حقها فرص اخويا، والدوله هذه ما عطاتناش فرص، والناس شوف الناس ما تيعرفوش القيمه ديالها. هادشي هذا هو المشكل. بحقا انا العائله ديالي ما عاونتنيش. هادو هما الاجوبه. وكاينين اللي تيزيدها بهذوك الجمل المعروفه: اخويا حنا ما عندنا زهر. شنو دير؟ شنو دير اختي؟ انا ما عندنا زهر اختي، ما عندنا زهر. هادشي اللي عطا، هذه هي الحياه. الدوله ما عطيناش، الزهر ما كاينش، الجو خايب، القريه ما قراتناش، المدرسه عيانه، الصحه ما كاين، هذا ما كاينش، هذا. وبصح تيكون هادشي ما نقولش لا، ولكن بلا ما تنحسوا راه تنقولوا لعقولنا انا ما عنديش سلطه على حياتي. تنقول بان حياتي انا راهنه بالاخرين، خاصه راه ربطنا حياتنا كامله بهذه الاسباب الخارجيه اللي تنعيشوها اليوم. وان العقل ديالنا كيخدم على حسب الرسائل اللي تنبعثوا ليه، اللي تنصيفطوا ليه. تيستقبل هذه الفكره وتيبدا يخدم عليها. تيقول انا ماشي مسؤول، ايتيغال انا ما خصنيش نبدل حتى حاجه. تصور معايا تصور معايا هذا الشيء كامل. تنقول ليه شوف ما تبدل حتى حاجه، واخا دير مجهود، واخا تمشي في الحياه، واخا دير تحركات، تتقول العقل ديالك شوف ما خصني نبدل حتى شي حاجه حيت انا ماشي هو المسؤول.